بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا شوف الجمال اللي احنا عملناه ده. روعة، وجبة خفيفة وسريعة ولذيذة، وتمنها في المطاعم غالي جدا، لكن احنا ممكن نعملها في البيت بمصاريف قليلة. معانا طاجن على النار، معلقة سمنة، هننزل بنص كيلو سجق بلدي من عند الجزار، مش مستورد. هياخد بس ايه صدمة. هينزل لنا شوية دهون كده من بتوعه عشان ناخد طعم السجق في التتبيلة اللي احنا نعملها. نغطي بس كده لحد ما ياخد الصدمة بتاعته. هفصله بقى واحطه في طبق خارجي خالص. نزل شوية دهون بتوعهم. معانا بصلاية كبيرة متقطعة مكعبات، هننزل بيها على شوية الدهون اللي نزلوا مع معلقة السمنة اللي احنا حطيناها. فص توم وملح، شوية فلفل متقطعين، طماطم متقطعة مكعبات هننزل بيها، شوية فلفل اسمر على الجمال ده، ونغطي بقى لحد ما الجمال ده كله يستوي مع بعضه. تمام كده. هنبدأ نجيب السجق بتاعنا وننزل بيه، نقلبه. طبعا في اللحظة دي السجق بينزل ميته، بينزل دهونه، وكمية المية بتاعته بتزيد شوية. مش هحطش انا اي اضافات خالص. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قد الجمال قد الروعة كده استوى تمام، ما بياخدش وقت. التتبيلة بتاعته جميلة، بتخلي الطعم الصوص بتاعه روعة. تاكلوه سندوتشات، تاكلوه من الطاجن، اي طريقة حضراتكم تفضلوا، بالهنا والشفا يا رب. منظر جمال ومنظر روعة وطعم وريحة خطيرة جدا. كاتشب ومايونيز ومستردة اللي انتوا عايزينه حطوا عليه. ادي كاتشب كمان مع المايونيز. كام كده نقطة من المستردة تدي طعم. السجق اصلا طعمه جميل بصراحة. طبق ولا اروع ولا اجمل. يا ريت حضراتكم تجربوه. وجبة غدا جميلة لذيذة، مش مكلفة زي اي مطعم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم.